السلام عليكم. وصفة النهاردة من أحلى الوصفات على قلبي. هنعمل إيه؟ هنعمل ممبار محشي، وكمان هنعمل أحلى طبق فشة بناكله في أحلى محلات وأفخم محلات السمين عندنا. كل الوصفة النهاردة بتكات وحركات مهمة جدا. تابعيني لآخر الفيديو. أنا شيرين ودي قناتي حلوة وحادق مع شيرين. لو عجبتك الوصفة اوعي تنسيني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هنعملها في وصفة النهاردة الفشة. هننزل بيه كمية من الزيت، عليها بصل جوليان زي ما انتوا شايفين كده. هنشوحه كويس جدا. طبعا الفشة احنا غسلينها ونقعينها كويس جدا وسلقينها زي اللحمة، وهنقطعها شرايح. هنا بعد ما البصل دبل معايا نزلت بفلفل ألوان زي ما انتوا شايفين، وهنشوح كويس جدا وهندبل الخضار ده قبل ما نضيف عليه الفشة. طبعا الفشة ما بتتقطعش يا جماعة قبل السلق، لازم تتسلق الأول وبعد كده بنقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنشوحها كويس جدا مع بعض. تمام. وبعد كده هننزل عليها بالتوابل بتاعتنا، بس اهم حاجة تتشوح كويس مع الخضار. نزلنا بملح وفلفل وكمون، لو حابة هنا تضيفي شطة او تضيفي فلفل سبايسي براحتك جدا. هنسيبها بقى تتشوح وهنشوف هنعمل ايه. معانا بقى هنا مقادير حشو الممبار. معانا كيلو رز، معانا شبت وبقدونس، معانا ملح وفلفل وكمون وبصل مفروم، وكمان كوباية الا ربع من الزيت. وصفة المحشي طبعا سهلة وعملناها قبل كده كتير على القناة، بس حبينا ان احنا نوريكم مقاديرها. ده طبعا الممبار مغسول كويس جدا، منقوع في محلول ملح وليمون. طبعا انا الجزار اللي انا بتعامل معاه بيقلب لي الممبار عنده، بينضفه كويس جدا. تمام. وانا باجي انقعه حوالي ساعة، وبعد كده باخده تحت المية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعيد عليه تاني. تمام زي ما انتوا شايفين. لازم طبعا اتأكد ان هو مفيهوش اي حاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الموضوع سهل وبسيط وعلى فكرة مش مكلف خالص. لو انت خليتيه يقلبهولك وينضفهولك عنده طبعا افضل واسهل عندك بكتير. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بملاه مية عشان اوريكم درجة الشفافية بتاعته. التركة هنا في الممبار يا جماعة، الدهون بتاعت الممبار بتبقى من جوه مع الرز. يعني ما تخليش دهون الممبار من بره، لا، الدهون بتبقى من جوه عشان تدي طعم حلو جدا للرز. جربوها وعلى ضمانتي. هنا قطعت الممبار بقى زي ما انتوا شايفين كده، وبحاول طبعا ان هو يبقى قد بعضه. هنجيب بقى حلة وهننزل بيه كوباية الا ربع من الزيت. احنا هنا هنعمل التخديعة بتاعت المحشي، ومحشي يعني تسبيكة. أنا من مدرسة الناس اللي بتحب المحشي متسبك له. يعني إيه؟ هو في محشي ما بيسبكلوش؟ أيوة، في محشي ني في ني. عايزة تاكلي محشي مصري على أصوله، سبكي للمحشي وكلي أحلى محشي في الدنيا. شوحنا البصل في الزيت، ونزلنا عليه بعصير الطماطم، وهننزل بيه فلفل أسمر زي ما انتوا شايفين، وكمان كمون. تمام. وطبعا انتوا عارفين ان دي توابلنا الرئيسية. وهنا ايه الشطة طبعا هنا اختياري لو انت حابة، والملح طبعا حسب الرغبة. هي دي التوابل بتاعت المحشي. هنسيبها بقى تتسبك كده مع نفسها زي ما انتوا شايفين. اتسبكت اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده اللهم بارك جميلة جدا. هنعمل ايه؟ هنغسل الرز ونصفيه وننزله. طيب انا عندي كيلو ممبار، اخد قد ايه رز؟ وده سؤال بيحير ستات كتير جدا. يا جماعة كيلو الممبار بيحتاج كيلو رز. كمية الممبار قد كمية الرز بالظبط. هنا نزلنا بقى بالشبت والبقدونس، وانا يعني ده الخضار المفضل عندي بالنسبة للمحشي. قلبناه ونشفناه كويس جدا على النار، وبعد كده هنبتدي ان احنا نحشي الممبار. طبعا احنا بقى بعد ما قطعناه صفيناه كده، وهنبتدي نفتح الممبار بالصباعين في ايد الشمال زي ما انتم شايفين، وهنحشي الممبار. الممبار ما بيتحشيش للاخر يا جماعة،
لازم يبقى فيه براح بين الرز وبين الجلدة زي ما انتوا شايفين كده، ونبططها بالشكل اللي انتوا شايفينه عشان تقدر تاخد هوا وما تخرجش رز كتير أثناء السلق. دي الكمية اللهم بارك خلصناها كلها، وزي ما انتوا شايفين الدهون جوه الرز بالشكل ده، شايفين؟ اللهم بارك. جبنا بقى مية مغلية ونزلنا عليها بنص معلقة من الكمون، تمام، وهننزل بقى عليها بالممبار. شايفين احنا هنا ما ربطناش الممبار ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين اول ما بينزل في المية المغلية بيلم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، طريقة سهلة وبسيطة جدا. هنا الممبار السلق معايا كويس جدا. عرفت منين ان هو السلق؟ هتلاقيه كله طاف على وش الشوربة كلها. هنبتدي بقى نحمره في زيت غزير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وخلي بالك طبعا عشان بيفرقع جامد. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللون جلد حلو جدا، شايفين الجمال ما شاء الله، والطعم بقى مش قادرة اقول لكم والله بجد حكاية. ده طبق الفش بقى، ده طبعا بعد ما خلصت كده وقطعنا عليه كم مبرايه كده لزوم التكات والحركات، واحلى طبق سمين في الدنيا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. وكمان الممبار لونه وطعمه حكاية، اللهم بارك بجد. وصفة حلوة جدا، سهلة جدا، بسيطة، ما تصعبيش الدنيا على نفسك. الموضوع أسهل بكتير مما تتخيلي. هاتي الممبار ونضفيه واحشيه واعملي لولادك أحلى سفرة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا أنا كنت عاملة كرشة، طبعا هسيب لكم ان شاء الله الوصفة بتاعتها في صندوق الوصف، ونعمل مع بعض برضو فيديو تاني ان شاء الله للكرشة. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله.